السلام عليكم، إن شاء الله كامل راكم بخير وصحة وعافية، ونقول للمشتركين الجدد مرحبا بكم، وما تنساوش تدعموني بالجيم والبرتاج. اليوم وصفتنا هي وصفة الكسرة المبسة. يلا نشوفوا طريقة تحضير كيفاه. بسم الله، لهنا نبداو نحطوا 3 كيلات سميد بهذه الكيفية. اسمع أنا درت كمية متوسطة. نضيفوا الملح، كل كيلة نضيفوا لها الملح المناسب. هنا نضيفوا كأس إلا ربع زيت. اسمع هنا كنت عم بالي قديه الكمية، من نتوما ديروا كأس إلا ربع. هنا نبداو ندخلوا الزيت مليح في السميد، لازم كل حبة من السميد تكون متشربة بالزيت بهذه الكيفية. لهنا زدنا كنت شفت باللي ما كافياش زيت الزيت. هنا نضيفوا مغرف سكر ومغرف خميرة كيميائية، ندخلوها مليح في السميد، ونجيبوا ماء لازم يكون دافي وندخلوه مليح في السميد كيما راكم تشوفوا. ونبداو نلموا العجين بالتدريج. في الاول ما نضيفوش كميه كبيره من الماء، نضيفوه بالتدريج. هنا بعد ما لمينا العجين شتو كيفاه راح تكون شويه طريه. نخلوها لمده 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه كيما راكم تشوفوا قاعدين نعجنوا فيها بهذا الشكل. نحطوها على طاولة العمل أحسن باش تجينا الخدمة سهلة. لهنا كنا قطعناها ل3 قطع. نبداو نكوروا في الكسرة الأولى بهذا الشكل، نحاولوا نملسوها، نزيدوا الثانية والثالثة بنفس الكيفية. وهنا نبداو ناخدوا الكسرة الأولى ونحاولوا نطرحوها وتكون مدورة بهذا الشكل. هنا نحطوها على طاجين نسخنوه مسبقا ونخربوها من الفوق ونعاودو نقلبوها وطيب لنا من لي دو كوتي. هنا زدنا حطينا الثانية بهذا الشكل، نخربوها ونزيدو نقلبوها وطيب لنا من الجهة الأخرى. وهنا بعد ما طابت لنا شوف والله يبارك جات محمرة وهشوشة ومبسة. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم إن شاء الله، وإلى اللقاء.